السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي ديال الأملو بالزنجلان. المنافع الكثيرة اللي فيه. كما كتشوفوا جبت الزنجلان، نقيته حمرته شوية، طحنته خلطته مع العسل. هذا هو أملو، كيجي رائع. حسبت هنايا 60 معلقة ديال كل نهار معلقة أملو، ولا كغذاء كتبقي قبل الفطور. المنافع لا تعد ولا تحصى فيه. غادي نخليكم مع الفيديو كامل. المنافع ديالو الأعضاء والعظام، للجلد، للبشرة، للشعر، لا تعد ولا تحصى المنافع ديال الزنجلان. بغيت نشارك معكم هاد الطريقة هادي وهاد المنافع ديال الزنجلان. نتمنى لكم فرجة ممتعة. السمسم، هذه البذور الصغيرة التي تأتي من نبات السمسم، تحمل في طياتها كنوزا غذائية لا تقدر بثمن. على الرغم من صغر حجمها، إلا أن فوائد السمسم الصحية تتنوع لتشمل العديد من جوانب الصحة العامة، من دعم صحة العظام إلى تعزيز الجهاز المناعي. في عالمنا الذي يسعى باستمرار لتحقيق التوازن الصحي والبحث عن الأغذية الفائقة، يبرز السمسم كخيار مثالي يقدمه لنا الطبيعة بكرم. دعونا نستكشف معا فوائد السمسم الصحية، وكيف يمكن لهذه البذور الذهبية أن تصبح جزءا لا يتجزأ من نمط حياتنا الصحي. إذا أكمل الفيديو للنهاية لتعرف الفوائد الصحية للسمسم، ستجعلك تتناوله باستمرار. أولاً، غني بالمغذيات. السمسم يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن التي تعتبر ضرورية لصحة الجسم. يحتوي السمسم على الكالسيوم الذي يساهم في بناء وصيانة العظام والأسنان القوية، ويحتوي أيضاً على المغنيسيوم الذي يلعب دوراً هاماً في وظائف الجهاز العصبي والعضلات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي السمسم على الحديد الذي يعزز من إنتاج الهيموغلوبين في الدم ويساعد في الوقاية من فقر الدم. الزنك الموجود في السمسم يساهم في تعزيز مناعة الجسم ويساعد في شفاء الجروح وتجديد الخلايا. بفضل هذه التركيبة الغنية بالعناصر الغذائية، يعتبر السمسم إضافة قيمة لأي نظام غذائي يهدف إلى تحسين الصحة العامة ودعم وظائف الجسم المختلفة. ثانياً، يدعم صحة القلب. بذور السمسم تعتبر مصدراً جيداً للأحماض الدهنية الصحية، مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6. هذه الأحماض الدهنية تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الدهون الصحية على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية. الدراسات أشارت إلى أن الاستهلاك المنتظم للسمسم يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مما يجعله غذاء مفيدا للغاية لصحة القلب والأوعية الدموية. ثالثاً، تحسين عملية الهضم. الألياف الغذائية المتوفرة بكثرة في بذور السمسم تعتبر من العناصر الأساسية التي تساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي. الألياف تعمل على زيادة حجم البراز وتسريع حركته عبر الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين انتظام عملية الإخراج. بالإضافة إلى ذلك، الألياف تلعب دوراً في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد في تحسين الصحة الهضمية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب الأمعاء والقولون العصبي. استهلاك السمسم بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالراحة الهضمية والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. رابعاً، مضاد للأكسدة. السمسم يحتوي على مركبات قوية مضادة للأكسدة مثل السيسامين والسيسامول، والتي تلعب دوراً حيوياً في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تتسبب في تلف الخلايا، وتساهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
مضادات الأكسدة الموجودة في السمسم تعمل على تحييد هذه الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، مما يساهم في الوقاية من الأضرار الخلوية وتعزيز صحة الجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك، هذه المركبات المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل علامات الشيخوخة المبكرة وحماية البشرة من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والتلوث البيئي. خامساً، دعم صحة الجلد. الزيوت الطبيعية المستخرجة من بذور السمسم تعتبر غنية بفيتامين إي والأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميجا 6، والتي تلعب دورا مهما في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف. فيتامين إي يعتبر مضادا قويا للأكسدة، يساعد في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة ويعزز من تجديد الخلايا. الأحماض الدهنية تساعد في الحفاظ على الحاجز الطبيعي للجلد، مما يمنع فقدان الرطوبة ويعزز نعومة ومرونة البشرة. بالإضافة إلى ذلك، استخدام زيت السمسم يمكن أن يساعد في تهدئة الالتهابات الجلدية وتهيجاتها، ويعزز شفاء الجروح والتشققات. بفضل هذه الخصائص، يمكن للسمسم أن يكون جزءاً مفيداً من روتين العناية بالبشرة، مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية ونضرة. سادساً، دعم صحة العظام. السمسم يعتبر من المصادر الغنية بالكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران حيويان لصحة العظام. الكالسيوم يساعد في بناء العظام والحفاظ على قوتها، بينما الفوسفور يلعب دورا مهما في تشكيل العظام والأسنان. بالإضافة إلى ذلك، السمسم يحتوي على الزنك، والذي يعتبر مهما لصحة العظام ونموها. تناول السمسم بانتظام يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام وتعزيز الكثافة العظمية، مما يجعله غذاء مثاليا للحفاظ على صحة العظام مع التقدم في العمر. سابعا، تحسين صحة الشعر. الزيوت الطبيعية الموجودة في بذور السمسم تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الشعر. فيتامين إي على سبيل المثال يعزز من نمو الشعر ويحميه من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. الأحماض الدهنية في السمسم تعمل على تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، مما يساعد في منع تساقط الشعر وتقصفه. استخدام زيت السمسم كعلاج موضعي يمكن أن يساهم في ترطيب الشعر الجاف وإضافة لمعان صحي عليه، مما يجعله خياراً ممتازاً للعناية بالشعر. ثامناً، تحسين وظائف الكبد. السمسم يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل السيسامين، التي تلعب دوراً في حماية الكبد من الأضرار التأكسدية. هذه المركبات تساعد في تعزيز صحة الكبد وتحسين وظائفه، بما في ذلك إزالة السموم من الجسم. الدراسات أظهرت أن استهلال السمسم يمكن أن يساهم في تقليل الالتهابات الكبدية وتحسين مستويات إنزيمات الكبد، مما يعزز صحة الكبد بشكل عام. كما أن السمسم يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالكبد الدهني. تاسعاً، تعزيز صحة الجهاز المناعي. بذور السمسم تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تلعب دوراً مهماً في دعم جهاز المناعة. النحاس، الزنك، والسيلينيوم هي بعض المعادن الموجودة في السمسم، والتي تساهم في تعزيز وظائف الجهاز المناعي. هذه العنصريات الغذائية تساعد في إنتاج الخلايا المناعية وتعزيز استجابتها لمكافحة العدوى والأمراض. بالإضافة إلى ذلك، مضادات الأكسدة في السمسم تساعد في حماية الخلايا المناعية من الأضرار، مما يعزز من قدرتها على العمل بفعالية. عاشراً، تقليل التوتر وتحسين المزاج. السمسم يحتوي على المغنيسيوم والتريبتوفان، وهما مركبان يمكن أن يساعدا في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر. المغنيسيوم يلعب دوراً مهماً في تنظيم الناقلات العصبية وتحسين جودة النوم، مما يساهم في تقليل الإجهاد النفسي. التريبتوفان هو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في تحسين المزاج والشعور بالسعادة.
استهلال السمسم يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الجسم والعقل، مما يساعد في تحسين الحالة النفسية بشكل عام. 11. تنظيم مستويات السكر في الدم. بذور السمسم تحتوي على ألياف غذائية وبروتينات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. الألياف الغذائية تبطئ عملية هضم الكربوهيدرات، مما يساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ. البروتينات تعمل على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق صحي. الدراسات أشارت إلى أن استهلال السمسم يمكن أن يكون مفيداً للأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثاني، حيث يساهم في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بهذا المرض. 12. دعم صحة الفم والأسنان. زيت السمسم يستخدم تقليدياً في طب الأيورفيدا لممارسة السحب بالزيت، وهي تقنية تهدف إلى تحسين صحة الفم والأسنان. السحب بالزيت يعني غمر الفم بزيت السمسم وتحريكه بين الأسنان لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة ثم بصقه. هذه الممارسة يمكن أن تساعد في تقليل نمو البكتيريا الضارة في الفم، وتحسين صحة اللثة، وتقليل الترسبات والتجاويف. بالإضافة إلى ذلك، زيت السمسم يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والتهابات، مما يساعد في تهدئة التهابات اللثة وتعزيز صحة الفم بشكل عام. من خلال إدماج بذور السمسم في نظامنا الغذائي، يمكننا تحقيق مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تعزز من جودة حياتنا اليومية. سواء كنت تبحث عن تحسين صحة قلبك، أو تعزيز جهازك المناعي، أو حتى تحسين صحة بشرتك وشعرك، فإن السمسم يقدم لك حلولاً طبيعية وفعالة. هذه البذور الصغيرة ليست مجرد مكون غذائي، بل هي عبارة عن كنز صحي يمكن أن يضيف قيماً كبيرة لصحتك العامة. لذا، في المرة القادمة التي تفكر فيها في تحسين نظامك الغذائي، لا تنسى أن تضيف القليل من